دلعه عادي وكلمه بالراحة وبالرفق وباللين. ليه؟ لأنك هتسأل عنه، وهو ينفعك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ابنك لو ما علمتوش الدين والصلاة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله والسنن وكذا وكذا، هيدعو لك؟ ما أنت افقهها، اعقلها. هيدعي لك منين وفين؟ وهيتعلم الحاجات دي فين وإمتى؟ الرجل منا إذا جاء في دعائه يدعو لمن له فضل عليه. تدعي لمين؟ اللي له فضل عليك. والله نراها، والله 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 نراها. شباب أبوه ما علموش في الصغر، ما ودهوش المسجد، ما حفظوش كتاب الله، ما قعدوش يسمع سنة النبي، أو قعد هو يسمعها له، ولما كبر ربنا هداه وعرف طريق الدين وراح اتعلم على ايد الشيخ الفلاني والراجل العلاني، يجي طول ما هو قاعد ربنا يرحمه. هو مين اللي علمه؟ يا اخي ربنا يبارك فيه، الشيخ فلان، الحاج فلان، بلاش الشيخ، واحد علمني. حتى اننا نقول في المثل العربي: من علمني حرفا صرت له عبدا. بنشوفها، ابوه ما علموش وطلع ربما كان فاسد والعياذ بالله. يجي كل ما يقعد، لو ربنا هداه كده وبقى في الطريق المستقيم، كل ما يتذكر فلان اللي قال له قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. اللي قال له تعالى نصلي، فيش مسلم ما بيصليش. اللي قال له الصيام تمتنع عن الأكل والشرب وكذا وكذا وقلبك صايم، تمتنع عن النظر، تمتنع عن الكلام. يجي يقعد يقول لك ربنا يبارك له، ربنا يرحمه، ربنا يغفر له، ربنا يسكنه فسيح جناته. ليه؟ أصله علمه. طب انت ما علمتش ابنك، هيفتكرك ازاي؟ بايه؟ بالاكل والشرب؟ ما هو شويه هيطلع وهيعرف هو نفسه يجيب الاكل والشرب واللبس، وهو نفسه هيتحمل بيت زي ما انت متحمل، وغصب عنه هيجيب اكل وشرب ولبس. فانت تؤثر فيه بايه؟ بالدين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش عارفين الحديث ده؟ كلنا نعرفه. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة برضو في بيتها راعية وهي مسؤول عن رعيتها. الأمر مش للراجل